أهلا بمتتبعينا الكرام، نلتقي مرة أخرى في هاد الإطلالة القصيرة باش نهضر في واحد جوج ديال النقاط. النقطة الأولى غادي نحاول نتكلم على واحد البلاغ اللي قدمته لا جينيراسيون زد لا جينيراسيون زد 2012، وتنقول 2012 علاش؟ لان لا جينيراسيون 2012 عندها خصوصيات على لي جينيراسيون زد اللي كانوا في الدول الاخرى. حنا غنشوفوا هاد الخصوصيات من خلال هاد البلاغ اللي غادي نحاولوا نستنبطوا منه بزاف ديال الحويجات، واللي فهمنا من خلاله ان الامور كتعلق هنا باحترام الضوابط ديال المملكه المغربيه. هاد البلاغ تيقول اسيدي ما غاديش يكون احتجاج نهار الجمعه، غادي يحبسوا احتجاجات. اياه ولاش؟ قالك السيد غادي يحبسوا احتجاجات، ذلك تقديرا لجلاله الملك محمد السادس نصره الله. على الاولى تقدير لجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وتزامنا مع الخطاب الملكي المرتقب. ونؤكد، هم اللي تيقولوا، ونؤكد أن هذا القرار جاء بدافع الاحترام للمؤسسة الملكية، ونسطروا عليها جو سطورة، وللكلمة السامية لجلالة الملك. وإننا نضع، اسمعوا مزيان، وإننا نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. هادي نسطروا عليها 3 سطورة ماشي غير 2. وكعاودوا تيقولوا بانهم تيوضحوا، تيقول لكم ان عدم تنظيم الاحتجاج يوم الجمعه لا يعني، ما تعنيش انهم تراجعوا على المطالب ديالهم المشروعه، لا يعني تراجعنا عن مطالبنا المشروعه، بل هو تعبير عن انضباط الوعي والمسؤوليه. يعني هاد الشباب تيبينوا هذا البلاغ انهم كيعبروا على الانضباط الوعي عندهم، على الانضباط وعن الوعي بالمسؤوليه، انهم مسؤولين عارفين شنو كيعملوا. هاد المسؤوليه اللي كيتحلى بها، وهاد الوعي اللي كيتحلى به هاد الشباب. اذا فشفتوا في هاد البلاغ هذا يمكننا نستخلصوا بزاف ديال الامور. اول شيء كنستخلصوا الاتجاه ديالهم السياسي. الاتجاه ديالهم اولا في تقدير واحترام المؤسسه الملكيه، ثم وضع فوق كل اعتبار مصلحه ديال الوطن. معنى هذا ان هذيك الانزلاقات اللي كانت واللي حدثات ماشي ديالهم، ما جاتش من عندهم، وانما كان هناك ميكروب، تنقول ميكروب، دخل لهذاك الجسم فبغى يبدا ينهك فيه ويحطم فيه ويردو مريض. هذا الميكروب طبعا هو خارجي على هذا الجسم، هذا خارجي فجأة، وهذا الشيء كيتبين، راه بان لينا هذوك الجانحين اللي مشاو للرايه وحيدوها بغاو يحرقوها، ولا هذوك الجانحين اللي مشاو للدرك، مقر الدرك الملكي، وحطموا الباب وبغين يدخلوا، ما عرفوش بان هذيك راه عمليه، هذيك كتعتبر جريمه يعاقب على القانون، لان مقر الدرك الملكي راه بحال مشيتي للجيش، راه الجيش هذاك، راك بحال مسيتي الجيش، مسيتي مؤسسه الجيش.
وكنت عاقب عليها. هذاك راه عمل ارهابي. اش مشاو هذوك الناس يهرسوا هذوك البيبان؟ شنو بغاو السلاح؟ اش غيديروا بهذاك السلاح؟ اه انا كنهضر هنا على دوك الناس اللي كيدافعوا على هذوك اللي ماتوا، اللي تضربوا بالسلاح، اللي ماتوا. علاش؟ ايوا كون ماتوا هذوك، كون مشاو دخلوا هذوك الناس، دخلوا خدوا السلاح وقتلوا هذوك الرجال داك اللي تما، واش غادي تخرجوا تدافعوا على هاد الرجال داك اللي ماتوا؟ غادي تقولوا لا، ما غادي تقولوا، غادي تقولوا القمع، سلطة القمع خدت المصير ديالها. هادشي اللي غتقولوا. دابا نتوما شي وحدين كيدافعوا على دوك الناس، هادوك اللي ماتوا هادوك مشاو فيها، كانوا مع مشاو قربوا لتما، اجدهم يقربوا تما، نساقوا مع هذيك النغزة اللي تزرعت فيهم، واللي كانت بفعل فاعل، كانت بفعل فاعل، ما كانتش بريئة نهائيا. إنسان يمشي للوطن العالم وينزلو، هذا كيدل أنه ماشي مغربي، هذاك ربما أنه كان كينوي يدير شي عالم آخر تما، هذاك ماشي مغربي. إذن هذوك الناس ماشي مغاربة، إنما متسللون أنسلوا في ديك الوقفات الاحتجاجية اللي كان دارها هاد الشباب اللي تيهضر بهاد الشيء، اللي كيهضر بهاد الانضباط وتيهضر بهاد الوعي بالمسؤولية. على كل حال، فالأمور دابا بانت وتعرفات، وكانت هناك تحركات، وكانت هناك حوارات في لي بلاطو. حنا شفنا في دفزيم كيفاش كان الحوار على هاد الاحتجاجات، وكيفاش الناس الوزارة تلقاو هذيك الأسئلة ديال الصحفيين، وكنظن أنهم ما كانوش في المستوى. مع الأسف هذوك الوزارة ما كانوش في المستوى، تنقولها وكنتحمل مسؤوليتي، لأنهم ما قنعوناش حنا كحاضرين كمتفرجين، لأن شفناها ما قنعوناش. كان خصهم يجيبوا كما تيقولوا، يحطوا الصبع على الجرح، الأصبع خصو يتحط على الجرح، خصو يتناقش هذاك الجرح علاش كاين هنا، في كان خصو لأن إلا ما تعالجتش الأمور في أقرب وقت، راه ربما الله أعلم غادي حنا كشعب راه حنا كنتزادوا في السكان راه كيتزادوا. راه حنا الإحصاءات الرسمية كتقول لك 36 مليون ولا ما عرفت 38 مليون، راه من هنا واحد 4 سنين ربما غتولي 50 مليون. ايوا الاحتياجات ديال 20 مليون اخرى، حنا دابا في هاد 36 ولا هاد 38 مليون كما تقول الاحصائيات، راه حنا محتاجين. تصور تزاد عندنا واحد 20 مليون اخرى، فين غنوليو؟ اذا فخص مسؤولين اللي غادي يجيو، ما هادو اللي كاينين دابا راه ما بقات لهم غير 6 شهور، ولكن اللي جايين خصو ياخذوا بعين الاعتبار هاد النوع ديال الاحتجاجات، هاد النوع ديال الشباب اللي هو لا منخرط لا في شي حزب، منخرط لا في شي نادي مدني او في شي جمعيه هذا شباب ديال راسو مضرور، وتحس بان المواطنين مضرورين معاه. راه قسما لا زمن، والله القسم، انا بالخطرات كندير عزيز عليا نمشي لهذوك الجوطيات، اللي كيبيعوا هذاك الشيء اللي كيديروا الفراشة اللي تيكونوا في الجوطيات. كنمشي تما وكنخالط هذوك الناس، كنشوف هذوك الناس مساكن اللي عيشهم من هذاك الشيء اللي تيبيعوه. هذاك الشيء اللي كيبيعوه منين كيجيبوه من دوك الناس اللي تيكون عندهم الكرارس، وكيدوروا مثلا على هادوك، كيدوروا على هادوك اللي تيكونوا في الشوارع، كيلتقطوا الكرتون، تيلتقطوا الميكا، تيلتقطوا بعض الحوايج اللي كتكون مرميه تما، وعاود كيجيو يبيعوها، كيشريو من عندهم هاد الناس الفراشه، ولا كيمشيو يقلبوا على القديم. شوفوا قسما لا زمن الا ما كاين هادوك الناس مساكن، الا ما كاين ما اظرف منهم،
واكلينها مساكن حتى العظم، ومع ذلك ظراف وكيتعاونوا بعضياتهم، وفيهم واحد التسامح ما كيتصورش. كيبانوا لك بعض الخطرات ملي مساكن كيتغلى عليهم الامور وكيتعصبوا، كيبان لكم انهم كيبداو يتضاربوا، يمكن يجبدوا حتى السكاكين بيناتهم ويطيروا، ولكن في العمق راهم ناس طيبين. هذيك الشريحه من الوطن اللي تعيش على 20 درهم ياخذها في النهار، ولا على 10 دراهم، لانه تيبقى مسكين في الشمس نهار وما طال، يا الله كيربح ديك 10 دراهم ولا ديك 20 درهم، شي حاجه ما باع الى اخره. وهي شريحه كثيره. انا كنمشي لتما، علاش كنحاول على الاقل، لان مولوع بهذاك الشيء القديم، دوك الفلوس القدام، ولا دوك الحاجيات القديمه، دوك الكيسان القدام، ولا انيه تاع النحاس تكون قديمه، ما تعرفوش هما القيمه ديالها. فانا كنمشي كنجيب لي عندي بعض المسائل هنايا، دوك بحال الحسكات، بحال دوك لي بتي تريك تنسميوها لي بتي تريك، ولكن هي قديمه بزاف. فالناس اللي كيديروا كوليكسيون ديال هذاك شهر كله، ما كاينش غير انا، وانما كاين واحد العدد تيمشي وقلب، خصوص على النقود. على كل حال، هاد القضيه كتجعلنا شبيه نتخالطوا مع دوك الناس ونعرفوا شنو كاين، ونعرفوا اشنو كاين. فقلت ان الحكومات الجايه وخاص الشعب حتى هو يكون واعي، خصو يكون واعي. فنتمنى ان الانتخابات الجايه الشعب ما يختارش من والاه، يمشي عند الانسان اللي هو كيستحق انه ينوب عليهم، يمشي عند الانسان اللي هو تعرفوا انه تقي، وكيعرفوا ان هذيك امانه. ملي كنختارك حتى ونعطيك صوتي، عطيتك واحد الامانه، عطيتك واحد الماموريه خصك تقوم بها، راه التزام هذاك. ماشي انت جاي باش تاخذ مقعد في الجامعه او تاخذ مقعد في البرلمان صافي الله يعاوننا مابقيتش نعرفك، لا. والمهمه الكبيره على عاتق الاحزاب خاصها كما تنقولوا، خاصها توعي الشباب ديالها، المنخرطين ديالها خاصها توعي، لان الاحزاب كنشوفها ماشي كنشوفوها انها ما كاينش شي نشاط، ما عندها حتى نشاط. الاحزاب خاصها تاثر الشباب، تاثر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ودابا في هذا الوقت حتى نفسيا. فين هي هذه المهمه؟ واش المهمه عند الاحزاب هي اجي صوت عطينا الصوت ديالك؟ لا. اذا فبالنسبه للحكومات الجايه خاصها تكون على قد المسؤوليه، والشعب خصو يكون حتى هو على قد المسؤوليه. هادشي اللي كاين. فنتمناو الخير لبلادنا، ونتمناو انها تلقى الطريق، ورحنا غاديين، لان المغرب ماشي هذه المره الاولى اللي تعرف احتجاجات. راه سنين كاين احتجاجات ديال 65 كنت طرقت ليها في واحد الحلقه، وكاين الاحتجاجات ديال 81 اللي مشات فيها موتى، احتجاجات ديال الدار البيضاء، احتجاجات ديال تطوان، كاين احتجاجات اليوميه دابا على غزه، كاين احتجاجات اللي كانت كتخرج على فلسطين بصوره عامه، كاين احتجاجات اللي كانت كتهم المجتمع المغربي، سواء اللي كان يخرج بها العداله والتنميه، او كان كيخرج بها الاحزاب اليساريه او الاشتراكيه، او اللي كانت كتنظم. فهذه كلها احتجاجات كتدل على واحد ان الشخص المغربي هو شخص واعي وقادر باش يخلق اللي ما يتخلق، قادر باش يخلق احداث على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. فهذا البلاغ كيبين لنا واحد القضيه، ان جي نزيد وخصنا نزيد عليها 212 جي نزيد 212
هاد 212 عطاتها واحد الميزة، أن هاد الجنسيات المغربي ماشي بحال الجنسيات اللي كانت في أندونيسيا ولا اللي كان في النيبال ولا اللي كان في مدغشقر. اللي في النيبال كنظن راه الحكومة مشات، راه كاين اللي تحرق، كاين اللي ما، كاين اللي هرب، كاين اللي تحرق، كاين اللي مات كذلك في اندونيسيا. المسألة هذيك كانت حاجة أخرى، واللي كانت في اليونان. ودابا غادي تجي جنسيات أخرى غادا تجي، راه أكيد أن هذه موجة غادا عالمية وغادا تجي. وبالخصوص دابا هي جات شمال إفريقيا، بدا بالمغرب، وبغاو يستغلوا هذيك الفترة ديال أن المغرب كيستعد باش ينظم كأس إفريقيا. فهنا شي وحدين كانوا كيقولوا كيتسناو غير الفرصة باش يخسروا هاد التظاهرة هادي. فاستغلوا هاد الفرصة هادي وكان عندهم دخل أكيد. أنا قلت لكم قبيلة اللي كينزل العلم الوطني راه ماشي مغربي، وإنما محرش من شي قنت أو مسلول أو جسلت أو هو هنا عايش هنا، ولكن هو ككيان وكمخ وكفكر مع ناس أخرين. ولا إله إلا الله محمد رسول الله. على كل حال نرجعوا شوية لقضية الصحراء. هاد الأيام كتناقش على صعيد الأمم المتحدة، فدخلت وفود سواء مغربية أو غير مغربية، سواء مع قضية الحكم الذاتي، سواء ضد جد وحدين تيقولوا لك الاستفتاء، تقرير المصير. راه الحكم الذاتي راه نوع من تقرير المصير. الحكم الذاتي راه حتى هو صفة من صفات ديال تقرير المصير. الناس ديال السياسة هكا كتشرحوا الحكم الذاتي. راه تقرير المصير أن الشعب يقرر مصيره بيده، راه حتى الحكم الذاتي داخل في هذا النطاق هذا. ماشي اجي ديك الاليه ديال اجي انت صحراوي، كيفاش غادي يكون هذا الحكم الذاتي؟ انا ما فهمتش كيفاش هذا الاستفتاء، هذا تقرير المصير اللي كيطالبوا به بعض الناس، كيفاش غادي الشعب الصحراوي وان يقرر مصيره بيده؟ كيفاش؟ باي وجه كان؟ شكون هما الناس اللي غادي ينتخبوا؟ شكون هما الناس اللي غادي يجوا؟ ماشي ينتخبوا، يستفتيوا، لان الانتخاب ماشي هو الاستفتاء. الاستفتاء شكل والانتخاب شكل اخر. الاستفتاء تيكون دائما بنعم او لا، ولا كتختار هذه ولا كتختار هذه. اما انتخابات هذيك حاجه اخرى. قلنا مثلا هذا شكون هذا اللي عنده حق باش يجي يعطي اللي يقرر مصيره؟ شكون هما؟ واش الصحراويين اللي كاينين في المغرب وبقاو ما مشاوش وبقاو في المغرب وعاشوا في المغرب وولدوا في المغرب وهما مغرب؟ ودابا في البدايه كان واحد شويه ديال واحد جزء منهم كان تيقول لك بغينا دوله بوحدنا الى، ولكن دابا راه كلشي هادو اللي في المغرب كلهم ولاو على الحكم الذاتي، كلهم ولاو كينتخبوا في المجالس ديالهم، كينتخبوا الرؤساء ديالهم، في الاداره كاين الناس ديالهم، في الشرطه كاين الناس صحراويين، في جميع الميادين، في الطب كلشي الناس صحراوه. حنا الحكم الذاتي راه حنا مطبقينه في المغرب، راه كيطبق، راه كيطبق. خاصو غير يتعلن رسميا، ماشي من طرف المغرب راه كيطبقوا عارفوا، ولكن من طرف الامم المتحده. قلنا شكون اللي غادي يجي يستفتي؟ شكون اللي غادي يجي يدلي بالراي بكلمته؟ شكون؟ واش هادو اللي عايشين في المغرب بخير وعلى خير وبسلام والحمد لله؟ الا مشيتي دابا للعيون ولا الدخله، عيش مع راساتك، سير مع راساتك في الصيد، خيم مع راساتك، ولا سير مع راساتك شبه حوت ديال الدخله ولا الحوت ديال العيون تبارك الله تما، ولا الا كنتي مولوع بالصيد عندك شي قصبه ديال الصيد ولا سير مع راساتك بخير وعلى خير، ما يمسك ما يقرب لك حتى واحد. اولا هادوك اللي هما داك اللي في الصحراء اللي عايشين تحت الشمس وفوق الرمله، فوقهم الشمس تحتها هما الرمله، وعايشين بالاعانات اللي كيوصل لهم غير جزء منها. الاعانات اللي كتكون جايه راه جايه وكتنقص، كتكون جايه وكتنقص كتوصل لهم جزء منها. واحد الشير ديما تما بالخلاص هي المتحكمه فيهم. وزيدون فين شحال كان مني في 75 شحال السلطات الاسبانيه
شحال عطات في الإحصاء ديالها؟ عطات 70,000 كنظن، شي 70 ولا شي 74,000 صحراوي. لأن فريض نرجعو للإحصائيات تاع اسبانيا ديال هداك الوقت. واش هاديك 74,000 نقولو موقع لها حتى شي تغيير، بقات هي واش هاديك 74 غادي تكون لينا دولة؟ واش هاديك 74 غادي تكون لينا دولة؟ واش هاديك ودابا راه ما بقاتش 74، راه اللي مات واللي كان في عمرو داك الوقت 50 عام. دابا مشى هذاك عند سيدي ربي اللي كان في عمرو 50 عام، اللي كان في عمرو مثلا 10 سنين دابا راه في عمرو 60 عام، اللي كان في عمرو 20 عام دابا راه في عمرو 70 عام. وعيد دوك الناس اللي جاو للوطن، فين هي ديك 74,000 اللي قالت اسبانيا خصها تنتخب؟ ما بقاتش. اذا شكون هما هاد الناس اللي غادي يجيو من تما؟ هادو البوليسار اللي كيمثلوا الشعب الصحراوي. فين هو الشعب الصحراوي اللي كاين تما؟ باقي شي شعب صحراوي تم؟ راه مشى صافي. اللي مات، واللي اللي جا للوطن، اللي مشى لاوروبا ما بقاوش. اش باقيين تما؟ باقيين سيدي هادوك اللي جابوهم من موريتانيا، ولا هادوك اللي جابوهم من مالي، ولا من تشاد، يعني ديك الدول ديال الساحل، اولا اللي جاو من الجزائر بحد ذاتها. هادوك الناس تاع تيندوف، السكان ديال تيندوف اللي هما اصلا مغاربه. هادوك الناس ديال تيندوف راه اصلهم مغاربه في الحقيقه، راه مغاربه. اذا ما بقاوش. اذا هادو اللي كيطالبوا بالاستفتاء هذيك غير مجرد بحال تنقولوا شي حاجه متثبتين بها، بحال الا شي مسمار جحا، بحال الا شي باغيين يديروا العنكيش كما تنقولوا، باغيين يعنكشوا صافي فقط. هما كيعرفوا بان راه الصحراء راها ديال المغرب، راه ماشي ديال. وهذا الشيء عبر التاريخ. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندوز، ملي غادي نبدا غادي نلقي واحد، غادي نجيب لقاءات، وغادي نشوفوا هاد الصحراويين منين جاو، اصلهم منين جاو، واش هما مغاربه فعلا ولا ماشي مغاربه. غادي نحاولوا ان شاء الله في المره الجايه نطرق لهاد المساله هادي. كاين كثير ما يتقال فيها باش نبينوا للناس وللعالم ان الصحراويين راه مغاربه، والمغاربه راهم صحراويين، المغاربه راهم صحراويين، والصحراويين راهم مغاربه. كما خلا صاحب الجلاله: الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. ما هادشي اللي كاين. ايوا الى اللقاء، نتلاقوا ان شاء الله في مناسبه اخرى، وإلى ذلك الوقت أتمنى لكم لحظات سعيدة. السلام عليكم.